ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا ان شاء الله مع تالت محاضرة من محاضرات الانجليزي بتاعتنا. النهارده هنتكلم عن الكونكتورز او الروابط الأكاديمية. طيب، الروابط الأكاديمية دي ايه اهميتها او ايه هي اصلا؟ هي عبارة عن مجموعة من الكلمات او الكيوردز بستخدمها كرابط ما بين جملتين او ما بين فكرتين. طيب، ايه الاهداف من الدرس بتاعنا ده؟ يقول لك الهدف الاول نحدد الروابط بتاعتنا، نعرف الروابط بتاعتنا، ونتعرف على انواع مختلفة منها، ونفهم وظائف كل واحدة منهم. تمام. تمام. تاني حاجة ان انا اربط الافكار اللي عندي منطقية، بطريقة منطقية، مش باي طريقة خلاص، مش اي رابط احطه لاي جملتين، اي فكرتين وخلاص. لا، بطريقة مهندلة، يعني بطريقة منطقية كده. استخدم وسائل الربط بتاعتي او ادوات الربط بتاعتي بطريقة كويسة ما بين المفاهيم، واعمل علاقات واضحة. تمام. تمام. تالت حاجة ان انا بحسن الترابط ما بين الافكار، احسن الترابط ما بين الافكار من حيث الاستخدام الفعال طبعا لادوات الربط، هو ده اللي يخليني اخلي ربط الافكار كويس. تمام. تعال نشوف مثال كده يوضح لنا يعني الفكرة شوية. هنا بيقول لي الاكسبيرمنت failed، يعني التجربة فشلت. the procedure wasn't followed correctly، يعني الإجراءات لم تتبع بطريقة صحيحة. هنا التجربة فشلت، الإجراءات لم تتبع بطريقة صحيحة. الجملتين لهم علاقة ببعض، ولكن هنا هما مش متصلين، أو ما فيش بينهم رابط. يقول لي إن ما فيش منهم رابط أو علاقة يقول لي ان هما مرتبطين ببعض برضه. طيب، السؤال هنا ازاي احنا بقى نربط الفكرتين دول او الجملتين دول بعلاقة مع بعض واضحة؟ تعال نشوف نعملها ازاي. هنا عندي كذا طريقة ان انا اعمل علاقة ما بين الاتنين دول. اول طريقة ان انا اعمل كاجوال او كوزال كونكشن، ان انا استخدم العلاقة السببية. يعني ايه؟ يعني اقول ان التجربة فشلت ليه، اذكر سبب. السبب هنا عندي عشان الجملتين اللي عندي، او اطبق على الجملتين اللي عندي، ان التجربة فشلت لان الاجراءات لم تتبع بشكل صحيح. يبقى هنا هو دايركت بيحدد السبب اللي اثر على العلاقة دي. طيب، الطريقة التانية الريزلت emphasize، ايه؟ ان انا اكد النتيجة. ازاي الكلام ده؟ بستخدم اداة ربط زي مثلا as a result. بقول مثلا ان الاجراءات لم تتبع ونتج عن ذلك ان التجربة ايه؟ فشلت. وهنا انا بعمل هايلايت، يعني بحدد قوي او بظهر النتيجة بتاع الخطأ او نتيجة الفشل. اللوجيكال كونكلوجن اللي هو اخر خيار معانا هنا، يعني بالنسبة للجملتين دول، ان انا استنتج منطقيا. يعني اقول ان التجربة الاجراءات لم تتبع لذلك، علشان كده يعني التجربة فشلت. هنا انا بعرض الفشل كنتيجة منطقية، مش خلاص يعني ما هو طبيعي ان التجربة فشلت علشان ما انا في الاول مش متبع الاجراءات. تمام كده. تمام. طيب، ليه احنا بنتعلم اصلا الروابط الاكاديمية؟ طبعا مش احنا عارفين انها اداة مهمة و... وهكذا، وبنستخدمها في الكتابة الاحترافية والتواصل العلمي. طيب، أول فايدة من الفوائد اللي بنستخدم بنستفاد منها لما بنستخدم الروابط هي الهيكل المنطقي. يعني ايه هيكل منطقي؟ قال لك هنا انك بتخلق حاجة او علاقة ما بين الافكار دي واضحة. يعني الافكار بتاعتي بتكون ما بينهم علاقة واضحة، وبخلي ما بينهم سهولة اتباع او سهولة متابعة، يعني اعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين. تاني حاجة العلاقات الواضحة، ان يبقى في علاقات واضحة ما بين الافكار. ان انا بشوف ازاي اربط الافكار دي ببعضها، زي مثلا عن طريق الكونستراكت، الاديشن، الكاجويشن، والسيكونس. دي طرق الروابط، يعني الاضافة او السببية او النتيجة او التناقض وهكذا.
مثال طبعا هنا هو بيقول لك الرياكشن كان سريع، التفاعل كان سريع، لذلك الحرارة أثرت على المعدل أو التفاعل. هنا التفاعل بتاعي كان سريع، لذلك الحرارة أثرت على معدل التفاعل. أو لذلك نتيجة لذلك، يعني مثلا التفاعل كان سريع عشان الحرارة أثرت على المعدل، فالتفاعل بتاعي بقى سريع. طيب أنواع الروابط. الروابط عندي أنواع، في منها الاديشن، وفي منها الكونتراكت كونتراست، والكوز او الافكت، كومباريزون، اكزامبل، سيكونس او اوردر، والكونكلوجن. واحده واحده كده نعرف كل واحده بنستخدمها امتى او بتتكلم عن ايه. اول حاجه معايا الاضافه، ودي بتبقى عندي فكره وانا بضيف عليها فكره جديده، بس بتدعم التفاصيل او بدعم تفاصيل تانية. يعني عندي حاجه معينه عايز ازود عليها تفاصيل فبضيف لها فكره تانية او حاجه عليها تانية. دي بكل بساطه الاديشن، الاضافه. طيب الكونستراكت، التبان او التناقض، بخلي ببرز اختلافات. يعني ايه؟ يعني بقول رايي والمتناقض معاه، بقول حاجه واللي يناقضها حاجه وعكسها من الاخر. هنا حاجات مختلفه وبعرض opposing view point، يعني وجهات نظر معاكسه، متعاكسه، مش معاكسه يعني حاجه تانية، عكس بعض يعني. طيب الكوز او الافكت، دي بتعرض سبب او العلاقات السببية وشرحها او نتائجها، بتعرض السبب ونتيجته. تمام تمام. كومباريزون، دي بقى اللي هي بمعنى المقارنة. دي برسم او برسم اوجه التشابه ما بين الافكار او الحلول او النتائج اللي عندي. يبقى اوجه التشابه ما بين الفكرتين او الافكار اللي عندي، بستخدم ساعتها المقارنة. طيب الأمثلة اللي هي كلمة example دي، في الأمثلة بقدم options محددة توضيح المفاهيم، بقدم شوية instance illustrators for clarify abstract concept علشان أوضح المفاهيم المحددة عندي. طيب السيكونس أو الأوردر، ودي معناها إيه؟ التسلسل. بنظم الخطوات والأحداث ترتيبيا، يعني بنظم الخطوات أو الأحداث بترتيب معين. طيب ندخل على الكونكلوجن، آخر حاجة. الكونكلوجن بلخص النقاط أو بستنتج استخلاصات. حلو الكونكلوجن. طيب دي كلها عندنا الأنواع. على ناخد أمثلة على الروابط دي زي إيه وإيه وإيه. مثلا الأديشن عندي more over furthermore وin addition وadditionally وalso. طبعا دي قلنا فوق بنستخدمها علشان اضيف افكار جديده. طيب الكونستراكت كونتراست، معلش بقى سامحونا النطق يا رجال. كونستراكت however although whereas nevertheless on other hand، دي هنا بستخدمها عشان ابرز قلنا خلافات او تناقضات او حاجه معاكسه لحاجه تانية، عكس حاجه يعني. السبب او التأثير او النتيجة therefore thus consequently as a result او hence. ماشي ماشي. طيب الكومباريزون بتبقى similarly likewise in the same way equally. دي بستخدمها لما بعوز ارسم اوجه التشابه ما بين التجارب او ظروف التجارب ونتائج او نتائجها. تمام تمام. الاكزامبل زي مثلا for example for instance such as namely specifically. تمام حلو. ده لما بعوز اعرض مفاهيم معقدة اوضح، ما عاوز اوضح مفاهيم معقدة. السيكونس اللي هي تسلسل عذرا، زي مثلا first next then subsequently finally. تمام تمام. الخاتمة او في نوع الرابط اللي هو بستخدمه كخاتمة، زي مثلا in conclusion overall to summarize in summarize. دي
بستخدمها عندي لتنظيم الخطوات والاحداث. طيب نخش بقى هنا على بعض البراكتس او اول تمرين، يعني تمرين هنا حط الدكتور لك اختبر نفسك يعني، واختار الادوات اللي تمشي مع بعض. يعني however دي تيجي مع مين او نختار ليها مين؟ however دي هتبقى مع الكونتراست. طيب for instance هتبقى الاكزامبل. طيب therefore هتبقى سبب. واخيرا moreover هتبقى addition. تمام جدا. وهنا هو تقريبا مجاوبها، يعني دي اجابات التمرين اللي احنا كنا لسه بنحله دلوقتي. التدريب التاني هنا هو مديك بعض الجمل وعايزك تعمل الجمل دي تحط لها الروابط المناسبة. يقول لك the solution was heated to 80 درجة، يعني محلول سخن إلى 80 درجة. الكريستال began to dissolve، يعني بدأ يدوب. اللون اتغير من الأزرق للأخضر. التفاعل ده كمل في 5 دقايق. عايزين نربط الجمل دي مع بعض بعد الربط. طيب دي الجملة الأصلية عندي. حلو جدا. ده بقى لما أنا ضفتها لها الروابط. أول حاجة لما أنا زودت الحرارة، السبب إيه اللي حصل؟ نتيجة ذلك ان الكريستال مين حصل له ايه؟ داب. ثم اللون اتغير من كذا لكذا، وفي الاخر التفاعل خد قد ايه؟ 5 دقايق. يعني هنا هو قال لك السوليوشن اتسخن. نتيجة لذلك الكريستال بدأ يدوب، ثم اللون اتغير من الازرق للاخضر، ونهائيا او في الاخر يعني دي بالنسبة للخاتمة، احدى روابط الخاتمة، التفاعل خلص او خد وقت في 5 دقايق. حلو. طيب از ريزلت خدناها ليه؟ لان هنا الذوبان او كان في علاقه ما بين الذوبان الحراره والذوبان. لما زودت الحراره الذوبان زاد. طيب زن دي حاجه متسلسله بعد حاجه تانية، بعد ملاحظه معينه حصل حاجه تانية. فاينل دي بتشيل خاتمه في النهايه، يعني ان التفاعل ده خد 5 دقائق. طيب حلو جدا. هنا التمرين ده عايز منك انك تختار موضوع وتكتب فيه باراجراف من 80 ل 100 كلمة، وبعد كده تحط فيه الروابط، وبعد كده تراجعه. ولكن في هذا النشاط هتستخدم في البداية فيرست عشان تبدأ، وممكن زن عشان لو هتعمل تسلسل، وهتستخدم as a result عشان لو هتقول سبب، وفاينل عشان تختم، وهاويفر لو عايز تعمل او تدي exceptions، يعني مقدمة للconstructs او اي حاجة يعني فيها تناقض، استخدم however. طبعا الموضوعات المقترحات الدكتور حطها هنا، بس احنا طبعا مش هنعمله عشان عدم طول الفيديو. خش بقى مع بعض مع حاجة اللي هي الاخطاء الشائعة. يعني ايه اخطاء شائعة؟ يعني حاجات بنغلط فيها واحنا بنعمل الروابط دي، او بنستخدم الروابط لربط الافكار بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب تمام. الخطأ الاول بيقول لك overusing simple connectors. يعني ايه؟ بستخدم السيمبل الادوات البسيطة كتير. يعني مثلا اكرر كلمة and او so، بتخلي الكتابة بتاعتي مش فورمال قوي يعني. في الاكاديميك رايت لازما مور بريسيف اند فاريد كونستراكتور، لازما تنوع وتغير وتبدل في انواع الروابط. هنا بقول لك الحراره روز اند ذا ايس ميدلد اند ووتر فول، لا مش شكلها مش كويس يعني، عايزين ننوع في الروابط. هنقول الحراره روز consequently the ice melted result in water formation in الماء اتكون. تمام. طيب تاني خطأ من الأخطاء دي اللي هو أنا أخلط مستويات الرابط عندي. يعني مثلا هايبوسيس أخلي بط هي سو وأجيب دي مكان دي وهكذا. طبعا طيب زي مثلا زي هايبوسيس ووز
supported by data but therefore research is needed. هنا عندي ما ينفعش اجيب but. ليه؟ علشان مش نافعة هنا في الجملة، فانا ممكن اغير but دي واحط مكانها مثلا however، ذلك. تمام. تمام. overloading with connectors، ان انا استخدم الروابط عندي بحمل زيادة. يعني ايه؟ زي مثلا moreover the result showed furthermore we observe additionally the data. ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ يقول لك هنا النواتج آه، طلعت بوضوح نتيجة لذلك أو إضافة لذلك، أو يعني نتيجة لذلك الداتا indicated scientific correlation. الداتا indicate sufficient correlation بينهم علاقة رابطة أو كويس. ده كويس سريع كده، هو محلول ولكن يعني هنمشي مع بعض عليه. لكن الكومباني expanded نقط it hiring new staff and opening new office. الكومباني دي هتوسع او توسع في حالة ان هم هيزودوا ستاف، هيجيبوا فريق جديد ويعملوا مكتب جديد. طيب تمام. I hope انا اتمنى ان اسافر executive place نقط my wife prefer quiet beach holiday. انا بقول رأيي وفي تناقض معايا مع الرأي الآخر. لا، زوجتي عايزة حاجة وأنا عايز حاجة تانية. طيب the report was poorly written and full of errors. نتيجة لذلك أو more than it was submit late. وكمان لا، وإضافة لذلك إنه معمول متأخر، يعني التقرير كان مكتوب بطريقة مش كويسة في ايرورز، وكمان مبعوث متأخر. يا سلام على حال الراجل ده اللي حاله بالبلد. He failed to submit the report on time. نتيجة لذلك he miss important meet، هو ما عملش submit مبكرا، نتيجة لذلك هو فاته أهم أو فاته أهم ميتنج أو الميتنج المهم. كويس. هنا برضو بيقول لك الفريق كان تعبان، هما اوبزرفر تحمسوا وخلصوا الريس. يعني بالرغم من ان كان الفريق تعبان هما برضو خلصوا الريس. I would like to thank everyone for their hard work and deduction. في النهاية طبعا أكيد هتبقى في النهاية أنا أريد أن أشكر كل واحد على العمل الجاد بتاعه. many sports many sports وبدأ يفصل، يبقى يقول زي مثلا مثال، هيستخدم أداة من أدوات الربط بتاع المثال. We must consider all options before making a final decision. النهاية احنا اعتبرنا كل اوبشنز خدنا كل اوبشنز في الاعتبار قبل ما ناخد القرار النهائي. طيب السمري للموضوع ده يعني حاجة كده ايه في الخلاصة هنا بيقولك ادوات الربط بتكشف عندي العلاقات، توضح لي العلاقات وتخليها منطقية وواضحة ما بين الافكار. حلو. يقول لك بتشيل الغموض عن القارئ. حلو. تاني حاجة انها بتحدد الاختيار، يعني بحدد اختيار الرابط. يعني ايه؟ بختار الأداة المناسبة على حسب العلاقة اللي قدامي، يعني مش أي أداة أو محطتها لأي فكرتين، لا، على حسب العلاقة دي هما ما بينهم ايه بختار الأداة. إذا كانت مثلا سببية، إضافة، تسلسل، خاتمة. وآخر حاجة التنوع بيخلق التدفق، يعني تنوع الروابط دي بيخلق لي تدفق كتير في المعلومات. تنوع بيمنع التكرار، ان انا اكرر. ماشي. بيحافظ على اهتمام القارئ، وبيظهر اتقان اللغة، بيخليك راجل كده ايه فاهم لغتك وعارف انت بتكتب ايه، مش بتكتب كلمتين وخلاص. النهاية يقول لك good writing is good science. هنا الكتابة الجيدة هي علم جيد. stay connected يعني ابقاء مرتبط او
مع علاقة بالروابط. وهنا بيقول لك الكتابة الواضحة المترابطة أساسية للتواصل العلمي. استخدم أو أدوات الربط، استخدم أدوات الربط اللي هي ستخدمك طول مسيرتك المهنية. من تقريرات المختبر لحد المنشورات البحثية. وإلى هنا يا سادة نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم. كان معكم أخوكم في الله العبد الفقير العفو ربه. نشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.